طيب يلا خالد. هقول حاجتين سريعا برضه قبل الاحصائيات. الحاجه طيب. الاولى برضه لعمرو، يعني عمرو قال اسباب الهزيمه مجلس اداره لعيبه جهاز فني. انا شايف بعض اعلاميين الزمالك وما يزعلش مني منهم عمرو الدرديري من ضمن اسباب الهزيمه، وهي الثقه. انا من اسباب الهزيمه ازاي يعني؟ هكمل طبعا يا عمرو، يعني قول كلام منطقي. طيب انا هكمل، ما انا هقول الثقه الزايده والغرور وعدم احترام المنافس، وطبعا هنكسب والماتش اللي احنا بنلعب عشان بس عشان نبقى مغرورين احنا اللي بنلعب يا كابتن عمرو. ده بيوصل للعيبه، وبتشوف برضو الاعلام بيؤثر ان الماتش سهل والبطوله في المتناول. اول حاجه انك تكسب بطوله لازم احترام المنافس، ده انا مش شايفه من بعض الاعلاميين ومنهم عمرو. كل حاجه بنكسب هنكسب، حتى مع الدوري برضو بيتكلم دلوقتي بيقول على سيراميكا طبيعي الزمالك يكسب، بيشجع فرقته. عايز بس اقول له حاجه، اخر ماتش بين الزمالك وسيراميكا، سيراميكا هو اللي كسب البطوله، كانت في كاس مصر. سيراميكا عشان كسب لعب بعدها بقد ايه؟ نعم لعب بعد الماتش بقد ايه؟ فكان فرق بين الماتشين قد ايه؟ 3 ايام. بس الزمالك كان في ساعتها افضل كان بكتير قبلها فنيا. ايه؟ دي واحده كان افضل فنيا وكان يمكن بدنيا احسن. مش مشكله، انا بقول لك هو سيراميكا طبعا فرقه محترمه جدا بالظبط. يعني بس آخر اللعيبه لازم ماتش تبقى بين عارفه ان ده بالنسبه لها ماتش مظبوط. من وجهه نظري حياه وموت. تمام. النقطه الثانيه برضو مهمه جدا يا مهيب، وبرضو يمكن هتزعل الزملكاويه شويه. أيوة. مكافاه الوصيف $1,000,000 بس. مليون مليون. لا هكمل لك كمان نقطتين مهمين جدا. خد منها حوالي 400. بقول لك حاجه، خد منها حوالي $700,000 $700,000. يعني هي بتوصل لغايه المراحل، لغايه ما توصل سيمي فاينال بيبقى 700. هو لسه ما خدهمش بس يعني هم محسوبه $700,000. فالنهارده عشان تاخد الوصيف بيزيدوا عليهم $300,000 فقط، فالزمالك النهارده استفاد $300,000. النقطه الثانيه المهمه، الزمالك كان عليه عقوبه $500,000 من الكاف باحداث نهائي الكونفدراليه 2024 ونهائي السوبر امام الاهلي. حصل استئناف لسه ما اتحكمش فيه، لكن بنسبه كبيره هتخصم من المليون دول $500,000، فالزمالك هياخد نص مليون دولار فقط بعد خصم الغرامه اللي موقعها الزمالك. شكرا. شكرا. طيب نشوف احصائيات بقى المباراه. يمكن احصائيات النهارده كانت يعني ارقام سيئه جدا للزمالك. يمكن الزمالك قيمته التسويقيه اعلى من اتحاد العاصمه 15 مليون يورو مقابل 9 مليون يورو فقط. اتحاد العاصمه على فكره دلوقتي في المركز ال 12 في الدوري الجزائري، يعني المركز ال 12 في الدوري الجزائري، كسب متصدر الدوري المصري. دي طبعا حاجه غريبه جدا. الاستحواذ في المباراه كباتن وصل 64% لاتحاد العاصمه مقابل 36 فقط للزمالك، وتلعب على ارضك وسط جمهورك. تصويبات 9 تصويبات لاتحاد العاصمه، 3 فقط للزمالك على مدار 90 او 100 دقيقه باحتساب الوقت بدل الضايع. تمريرات 473 اتحاد العاصمه، 264 الزمالك، فيمكن الارقام في صالح اتحاد العاصمه بشكل كبير جدا. عندنا احصائيات اتحاد العاصمه يمكن بيمثل عقده للزمالك في كل المواجهات. يمكن التقوا قبل كده، يعني دي ثالث مره في بطولات. في البطوله العربيه 2003 مباراه انتهت تعادل 1-1، الزمالك ما قدرش يكسب. في دوري ابطال افريقيا 2017 ماتشين، واحد انتهى تعادل والثاني فوز اتحاد العاصمه 2-0. المره دي في 2026 تبادلوا الفوز 1-0 كل في ملعبه، والزمالك خسر بركلات الترجيح، فيمكن تفوق اكبر لاتحاد العاصمه على الزمالك في كل المواجهات المباشره. نروح للاحصائيه اللي بعد كده معانا. يمكن دي زي ما قلت لكم ان الزمالك مستواه كيرف يا كابتن عبد الواحد متراجع